شهادة التعليم المتوسط. تلميذة بوجلة هبة متحصلة على شهادة بكالوريا دورة جوان 2025 بمعدل 19.20 والمرتبة الأولى ولائيا من شعبة تقنية رياضي هندسة كهربائية متمدرسة بمتقنة أحمد رضا حوحو بولاية عنابة بلدية بالرحال. الحمد لله أولا، ثم ثانيا يعني أهدي يعني هذا النجاح وهذا التفوق وهذا التميز أولا إلى والدي الكريمين اللذان سنداني طيلة مشواري الدراسي وعام البكالوريا بالخصوص. كذلك أهديه إلى أساتذتي جميعا خصوصا أساتذة عام البكالوريا، أشكرهم جزيل الشكر، وأهديه إلى الطاقم الإداري والتربوي لمتقنة أحمد رضا حوحو على رأسها السيد مدير المؤسسة السيد جغادر عبد الصمد. تلميذ العبد نصف أمين متحصل على معدل 19.20 شعبة علوم تجريبية ثانوية 100 ماي 1949. يعني كانت فرحة عارمة الحمد لله، وبارك الله فيهم على هذا التكريم وهذه المبادرة، ونقدم الشكر لأوليائنا للأساتذة والإدارة والجميع كل من. هيديل شعبة علوم تجريبية معادلة شهادة بكالوريا معادلة 19.10 ثانوية مبارك الميلي. نهدي النجاح تاعي ثالثة وطنيا، نهدي النجاح تاعي هذا الوالدية، هم تعبوا معايا ربي يحفظهم. نهديه الأساتذة الكرام اللي كانوا وقفوا معايا، لأي واحد وقف معايا بكلمة بدعوة بأي حاجة. تلميذة نصرية نور السين المتحصلة على معدل 19.32 والمتمدرسة بمتوسط عيسى تيدير، صاحبة المرتبة الأولى ولائيا على مستوى ولاية عنابة في شهادة التعليم المتوسط. من دواعي الشرف والسرور أني نكون حاضرة اليوم في هذا الحفل، وكذلك نشكر يعني هذا كل راجع لفضل ربي سبحانه وتعب وجهد يعني عام كامل، ونشكر كل من حاضرين اليوم. تقي الدين متفوق في شهادة بكالوريا متحصل على معدل 18.65، الأول على مستوى شعبة الهندسة الميكانيكية في ولاية عنابة. حبيت نشكر الوالدين اللي دعمونا في مسيرة الدراسية من كنت صغير، الأساتذة اللي أشرفوا علينا، وكل من دعمنا بكلمة أو بفعل، ووفقهم الله جميعا وربي يحفظهم. تلميذة بنت دراسة ونص متوسط عيدي عبد الحميد معدل 18.50. من بين المتفوقين تم تكريمنا في فندق الشيراتون عنابة بمناسبة معادلتنا في شهادة التعليم المتوسط. أشكر سيادة الوالي ومدير التربية بولاية عنابة هذه اللفتة، وأهدي هذا النجاح لوالدي وأشكرهم على التشجيع طوال السنة الدراسية.